الرئيس الأنيق. الكثير من الأنصار يحتفظون باسم السيد عبد القادر ظريف كرئيس المولودية الذي أهدى للنادي الثلاثية التاريخية عام 1976، غير أن أغلبيتهم لا يعرفون أن عمي عبد القادر حفظه الله وأطال في عمره كان في ذلك الوقت رئيس فرع كرة القدم. أما نادي مولودية الجزائر بجميع فروعها فكان يترأسها رجل قدم الكثير للرياضة الجزائرية عامة وللمولودية خاصة، رجل يعرفه ويتذكره من عايش تلك الفترة، ولكن لا يحتفظ باسمه إلا القليل من جيل اليوم، نقصد به السيد بغدادي بن لمان المدعو فرحات. السيد بن لمان من مواليد 15 أود 1927 بالعوانة ولاية جيجل، انتقل صغيرا من مسقط رأسه إلى العاصمة رفقة عائلته، أين سكن بحي بالكور كأغلبية المنحدرين من هذه الولاية، نظرا للعلاقات العائلية والانتماء الجغرافي الذي يسهل عليهم الاندماج الاجتماعي في مدينة كبيرة بحجم العاصمة. بدأ نضاله السياسي مبكرا بجانب المرحومين محمد بوزداد وأحمد محساس في صفوف حزب الشعب الجزائري، قبل أن يلتحق بصفوف أحباب البيان الذي كان يتزعمه المرحوم فرحات عباس، وهذا على إثر الأزمة التي كانت سائدة في هياكل حزب الشعب. تقلد المرحوم فرحات بلامان منصب مسؤول الشبيبة في صفوف الاتحاد الديمقراطي للبنين الجزائري إلى غاية سنة 1955، ليلتحق مباشرة بصفوف جبهة التحرير الوطني والانضمام للثورة التحريرية، حين كان بجانب قادة الثورة المرحومين عبان رمضان وربح بطاط، كما شغل منصب عضو في أول مجلس تنفيذي للاتحاد العمال الجزائريين سنة 1956 تحت رئاسة المرحوم عيسى إيدير، قبل أن يلقى عليه القبض من طرف القوات الاستعمارية في نوفمبر من عام 1956 ليحكم عليه ب20 سنة سجن، ليتجول بين سجون سركاجي بالحراش لومباز، لينقل بعده إلى سجن أونجي بفرنسا ليطلق سراحه بعد الإمضاء على اتفاقية إفيان ووقف إطلاق النار في مارس من عام 1968. بعد الاستقلال عين كرئيس بلدية الجزائر ثم كمحافظ إداري للجزائر الكبرى وهو ما يعرف اليوم بالوالي، لينتقل بعدها للعمل بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية كمستشار تقني، شاغلا بالتوازي منصب عضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني وعضو الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين. علاقة المرحوم بالمولودية تعود إلى أيام شبابه، حيث كان من أشد المناصرين للفريق، غير أن نضاله السياسي قبل الثورة وأثناءها لم يسمح له من الانضمام إلى هياكلها، كما أن مناصب المسؤولية الكبيرة التي شغلها بعد الاستقلال منعته من ذلك أيضا، إلى غاية عام 1969 حين عين رئيسا للنادي الذي حصل على أول ألقابه الوطنية البطولة تحت قيادته من عام 1971، لتتوالى الألقاب في فترة رئاسته إلى غاية الحصول على الثلاثية التاريخية البطولة الكأس وكأس إفريقيا من عام 1976، لينسحب مثل باقي المسيرين بعد قرار الدولة بإقرار ما سمي بالإصلاح الرياضي وضم الفريق إلى الشركات الوطنية. خلال فترة رئاسته للنادي كان المرحوم بلامان مثال للتفاني والإخلاص، حيث كان مسيرا متطوعا مثله مثل باقي المسيرين،
حيث لم يكونوا يتقاضون أجرا لأداء مهامهم، بل بالعكس كانوا في الكثير من الأحيان يصرفون من مالهم الخاص على الفريق كلما استدعت الضرورة ذلك. فكان بلامان نزيها وشخصية قوية يحترمها الجميع. توفي المرحوم في أبريل من عام 1996 تاركا إرثا كبيرا يصعب على أي فريق تحقيقه من جديد، لا في الجزائر ولا في أي قارة أخرى، وهو تحقيق ثلاثية عجز على إعادة إنجازها كبار القارة منذ أكثر من 46 سنة. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنته. حتى في كبري وفي المولودية يا وما يحزين من غيرها هي، وهي عمري ربت صغري